بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم على قناتي. اليوم جبت لكم كروكي سريع وسهل وتقدري تخدميه في وقفة. نبداو إذن بالمقادير. عندي 3 حبات بيض، ونزيدو لهم كاس سكر وكاس زيت و3 مغارف مايزينا ومغرفة لافاني، والفارينة كانت عندي مغربلة من قبل، وزوج خميرة كيميائية. نبداو اذا نوضعوا البيض في الريسيبيون ونزيدوا له كاس سكر، ونبداو نخلطوا بالباتير مليح حتى يتجانس الخليط ويولي شغل كريمي. نبداو نزيدوا في الزيت تدريجيا، نضيفوا الكمية كامل. بعد ما كملنا الخلط نضيفوا لافاني، نمزجوها مليح مع المكونات، ونزيدوا 3 مغارف مايزينا. بعدها نزيدوا الفارينة باش نلموا العجين، ما نضيفوهاش على ضربة باش ما تغلبناش. ما ننسوش الخميرة زوج، ونواصلوا نخلطوا. نزيدوا الفارينة تدريجيا. هنا نحاول نلم العجين بيدية باش نحس بالقوام تاع العجين. هنا بعد ما لميتها كامل نشوفوا القوام تاعها كيفاش متماسك، نحاولوا انه نشوفوها بيدينا الناشفه. هنا كانت عندي صينيه دهنتها بالزيت ورشيتها بالفارينه. قسمت العجينه تاعي 3 كرات باش تجيني الحرابش تاع الكروكي متساويه. نبداو نخدمو، نحاولوا ندهنوا يدينا بشويه زيت باش تسهل علينا العمليه، ونبداو نخدمو في الحربوش الاول. وهنا العجين كان عندنا ما راهوش يابس وما راهوش طري، نقدروا نخدموا به. نحاولوا نعدلوا الحربوش الاول كما راكم تشوفوا، نحاولوا نعدلوه كما راكم تشوفوا. العجين راهي تمشي معانا، ما نديروش خشين بزاف، ديروا حساب للخميره، زيدي يضاعف الحجم تاعو. حاولوا نعدلوه من الاجناب. بعد ما كملت الحرابش 3 تاع الكروكي كان عندي صفار البيض، نزيدو نضيفو عليه شويه قهوه. اذا كان ماشي متواجده القهوه نزيدو قهوه سريعه الذوبان، نفس الشيء. نحاولوا نخلطوهم مليح ونبداو ندهنوا الوجه تاع الكروكي تاعنا، ندهنوهم كامل بهذه العمليه. هنا السر في صفار البيض مع القهوه باش يجينا الكروكي محمر ويبري. نطبقوا العمليه على كامل الحرابش تاعنا، ندهنوهم كامل كما راكم تشوفوا. هنا كنت سخنت الفور على درجه حراره 180 درجه. نجيبوا فرشيطه هنا باش نكملوا لنا نزينوا بهذه الخطوط، كل واحد وكيفاش يحب يشكلهم. انا نفضل هذا الشكل في الكروكي، يجيني مليح. شكلهم كامل. بعد ما كملت ندخلوهم للفرن، نطيبوهم من التحت وبعد نحمروهم من الفوق. وهنا شوفوا بعد ما طاب الكروكي تاعنا، شوفوا كيف جا الله يبارك محمر ويبري، والريحه ما شاء الله كي كان يطيب. دوكن تشوفوه من التحت كيف جا محمر، جا ما شاء الله.
شوفوا كيفاه جا محمر. نخليه يبرد ونقسمه ونعاود نولي لكم تشوفوه في صحن التقديم. بعد ما برد الكروكي تاعي وقسمته، شوفوا كيفاه جا. نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفة وما تندموش. شوفوا كيفاه جا. وفي الاخير نقول لكم الى وصفة واحدة اخرى ان شاء الله.